النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجي أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي يجامعها بالليل. يعني كيف تضربها وبعدين تبيها تنام معاك وهي شغفة بك محبة لك وكذا؟ هذا فيه النهي عن ضرب النساء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنصار قال إنهم يضربون النساء، قال ليسوا بخياركم ليسوا بخياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا طفل ولدا أبدا ولا خادما صلوات ربه إلا أن يقاتل في سبيل الله. فمن هذا الإنسان لا يضرب امرأته، وإن ضربها كما قال أهل العلم يكون ضربا غير مبرح، كما قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال أهل العلم ضربا غير مبرح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يضربها ضربا غير مبرح. قال بعض السلف يضربها بالسواك. يعني السواك شو يسبب؟ يعني هذا السواك طقها بالسواك، يعني مو المقصود الألم، وإن المقصود الشعور، أن تشعرها أنك مو راضي. تضرب هكذا بالسواك كأنك تقول أنا ماني راضي، أنا زعلان. فهذا ضرب غير مؤلم، لكن مؤلم إيش؟ نفسيا، مضرب نفسي، لأن أنت لا تحط راسك براس المرأة. يعني أنت قوي البدن، رجل قوي البدن، يعني ضربة الرجل الحين حتى أنت تغشمر معاه مرات طقها على كتفه تقعد تبكي. طيب لا تقيس قوتك بقوة المرأة.